النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البانكيك. لو أول مرة تشوفوني، أنا فاطمة الزهراء. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتس لو في أي حاجة عايزينها. وكمان عايزاكوا تتابعوا الفيديو الآخر عشان خاطر هقولكوا على تريكات هتطلع معاكوا البانكيك هشة وطرية وزي اللي بناكلها في مكان الحلويات بالظبط. يلا بينا نبتدي. أول حاجة هنحتاج كوبايتين من الدقيق، ولازم ننخلهم ضروري جدا جدا. الستيب دي ان احنا ننخلهم، الخطوة دي بتفرق قوي في ان البانكيك تطلع طرية وهشة وتطلع بالظبط زي اللي بناكلها بره. وبعدين هحط معلقتين كبار من السكر، وكده كده هكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو الاكاونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وهحط بقى 3 معالق ونص صغيرة من البيكنج باودر. دي اول حاجة ان احنا بنبتدي بالمواد الجافة. عايزة اقول لكم ان البانكيك طلعت في الاخر تحفة، بس انا عايزاكم تمشوا على نفس الخطوات بالظبط زي ما قلت لكم كده. وطبعا ما ننساش رشة الملح. بس كده، وهنقوم بقى مقلبين المواد الجافة دي مع بعضها. نيجي بقى للمواد اللي هي السايلة. اول حاجة هحط كوباية لبن و10 ملي برضو تانيين من اللبن، يعني كوباية وحبة كده صغير. واحط بيضاية واحدة، وبعدين هحط باكت فانيليا. لو ما عندكمش باكت فانيليا ممكن تستبدلوها بفانيليا سايلة، بس تبقى معلقتين صغيرين. واحط 4 معالق كبيرة من الزبدة، هكون مسيحاها بس اراعي ان هي ما تبقاش سخنة قوي عشان خاطر ما تسويش البيضة. واقلبهم مع بعض، وبعدين بقى اجيب المواد السايلة دي واحطها بالتدريج على المواد الجافة. هحطها بقى واحدة واحدة، وهبتدي ان انا هقلب واحدة واحدة عشان خاطر ما تكلكعش مني. انا حطيتها كده بالراحة خالص، وفي الاخر ما كلكعتش مني خالص. لو عملتوا كده البانكيك بتاعتكو هتطلع مظبوطة ومش هيطلع فيها ولا غلطة، وهتطلع شبه اللي بناكلها بره بالظبط. عايزة اقول لكم ان هي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، وفعلا يعني بجد بيبقى طعمها فظيع قوي. لو ممكن مثلا تاخدولكوا كده 2 على الفطار او حاجة مع كوباية قهوة شاي بلبن، او كسناك، او ممكن تاخدوها معاكوا الشغل. بتبقى من الحاجات اللذيذة وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص. نيجي بقى لطريقة التسوية. اهم حاجة هجيب طاسة. اهم حاجة عندي ان الطاسة دي ما بتلزقش، ومش هحط ولا زيت او سمنة او اي حاجة. الطاسة تكون ما بتلزقش، وهسخنها على درجة حرارة عالية. وبعدين هبتدي اسوي بقى البانكيك بتاعتي. احطها في الطاسة. انا اول حاجة جربت حطيت مغرفة، دي اول واحدة بتبقى تيست كده وبنشوفها هتنجح ولا لأ. بس وبعدين بقى تقدروا تقدموها بالتوبينجز اللي انتوا حابينها. انا قدمت معاها فاكهة ورشيت عليها كده رشة عسل. تقدروا تحطوا شوكليت، تقدروا تحطوا كراميل، زي ما انتوا حابين. تقدروا تقدموها بالفواكه اللي انتوا حابينها. بجد طلعت تحفة. عايزاكم تجربوها وتكتبولي في الكومنتس رأيكم ولو حابين اي وصفات قولولي وانا اعملها لكم على طول. وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل الوصفات الجديدة بتاعة الصيف. هعمل لكم شوية حاجات في الصيف ده تحفة تحفة تحفة. واكتبولي بقى في الكومنتس اما تجربوا الوصفة دي هتطلع معاكم ازاي. باي باي.